هل بتشوف الحب استثمار زي أي مشروع؟ في مسلسل 220 يوم شخصية مريم قابلت حد في المستشفى وقت ما كان جوزها هيعمل عملية، وكان الشخص ده عنده كانسر وبيحاول يبعد اللي بتحبه عنه لأنه شايف الحب استثمار. فقالت له الحب مش استثمار، محدش عارف المستقبل فيه ايه. مش معقول نبطل نحب عشان خايفين من اللي جايز يحصل. ساعات بيكون في علاقات تبص عليها بالورقة والقلم تقول علاقة ناجحة، تفتكر انها هتعيش على طول، بس بتفشل. انت بتبعد اللي بتحبك عنك عشان تحميها، بس كده بتخوفها وتقلقها اكتر. حتى لو فاكر انه مش فاضل كتير، فعيشوا الوقت ده سوا، قربها منك وحبها وعيشوا كل لحظة مع بعض. فهي عايزة تقول الحب مش مشروع، وعيش اللحظة دي مع الشخص اللي بتحبه وما تفكرش في اللي جاي، كده كده محدش ضامن اللي جاي. انت متفق مع الكلام ده ولا مختلف معاه؟ لو المحتوى ده بيشدك اشترك في القناة علشان عندي تحليلات أعمق جاية لو تحب نكبر مجتمع بيحلل الأفلام والمسلسلات بعمق نفسي مختلف. أنا هدير مجدي وده ونس.